السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلاب الصف الثالث الإعدادي، أهلا وسهلا بكم على قناة علاء هشام. والنهاردة معانا الدرس الثاني في الوحدة الثانية، العدسات. درس جميل ومبسط وسهل، وإن شاء الله هنخلصه ومش هنطول فيه، وأقل من تلت ساعة بالكتير 25 دقيقة هنخلص الدرس ده وهنفنش عليه ان شاء الله. في فيديو كمان هنراجع فيه بقى لاهم الاسئله، وهنحل فيه شويه اسئله تفنش الدرس خالص وتقفل فيه، وان شاء الله نخلص على الماده دي باذن الله. متقلقش، ماده سهله ولذيذه. انا الحمد لله شرحنا الوحده الاولى بكامل تفاصيلها وحلينا عليها، وحلينا الدرس الاول في الوحده الثانيه اللي احنا فيها دلوقتي. الوحده الثانيه دي، الدرس الثاني في الوحده الثانيه ده بيتكلم عن حاجه اسمها العدسات. العدسات حاجه من اثنين، يا اما نظارات طبيه يا اما اصلاح الساعات. ماشي، ده العدسات حاجه من اثنين. احنا بنستخدم العدسات في حاجه من اثنين، يا اما النظارات الطبيه اللي احنا بنستخدمها للقراءه او للمشي، لان انا مثلا مش شايف فانا لازم البسها عشان اشوف عشان امشي. واصلاح الساعات لحيث يستخدمها الساعاتي لرؤيه الاجزاء الدقيقه في الساعه عند اصلاحها. عشان كده انا بستخدم العدسات دي في اصلاح الساعات، عشان انا ببص في العدسه كده علشان اصلح الساعه. ونظارات طبيه عشان نستخدمها في القراءه. وتعرف القطع الضوئية المستخدمة في مثل هذه الحالات باسم العدسات. ماشي، القطع الضوئية اللي أنا بستخدمها دي بتسمى العدسات. والعدسة بقى نعرف أطلع منها تعريف. والعدسة هي وسط شفاف كاسر للضوء يحده سطحان كريان. يعني إيه؟ هو العدسة دي بيبقى وسط شفاف، يعني بتعرف تبص فيه تشوف اللي بعده، فهو شفاف ووسط. يحده يعني إيه؟ يحد وسطان كريان، يعني هو في النص كده وفي وسطان كريان، هو بيحد الوسطين الكريان دول. يبقى هو هتقول له ما تعريف العدسة، هتقول له وسط شفاف كاسر للضوء يحده سطحان كريان. نخش على أنواع العدسات. العدسات عدة أنواع، ومنها هناخد منها نوعين: عدسات محدبة وعدسات مقعرة. أولا العدسات المحدبة. العدسات المحدبة اللي هي اللامة يعني لها تعريف، والعدسات المقعرة اللي هي المفرقة لها تعريف. أولا العدسات المحدبة اللي هي اللامة. العدسة المحدبة هي قطعة ضوئية شفافة سميكة عند منتصفها، رقيقة عند طرفيها. ركز بقى معايا عشان تعريف العدسة المقعرة عكس تعريف العدسة المحدبة. فإذا العدسة المحدبة هي قطعة ضوئية شفافة سميكة، المقعرة هناك رقيقة. اعكس بقى الكلام، يعني انت عايز تحفظ العدسة المحدبة والعدسة المقعرة تعكس الكلام نهائي. فتقول له العدسة المحدبة هتحفظ العدسة المحدبة هي قطعة ضوئية شفافة سميكة عند منتصفها، رقيقة عند طرفيها. فيجي يقول لك العدسة المقعرة هتعكس بقى، تدخل لي السميكة رقيقة والرقيقة سميكة. انا قلت هناك في الاول سميكه، هنا هقول في الاول رقيقه. اذا العدسه المقعره هي قطعه ضوئيه شفافه رقيقه عند منتصفها، سميكه عند طرفيها. يجي لك سؤال علل، يقول لك علل تسمى العدسه المحدبه العدسه اللامه. ليه؟ لانها تجمع الاشعه الضوئيه المتوازيه الساقطه عليها بعد انكسارها. يعني بتجمع الاشعه الضوئيه المتوازيه الساقطة عليها بعد انكسارها، لذا تسمى عدسة محدبة لامة. طب ليه المقعرة بتسمى مفرقة؟ لأنها بتفرق الأشعة الضوئية المتوازية الساقطة عليها بعد انكسارها. إذا عرفنا الاثنين دول. في حاجة اسمها مفاهيم أساسية مرتبطة بالعدسات، زي ما خدنا في المراية. خدنا برضو تعريفات تابعة للمراية. هنا ناخد برضو تعريفات تابعة للعدسات، زي مثلا مركز تكور وجه العدسة. خدنا هناك مركز تكور المراية في الدرس اللي فات اللي احنا شرحناه على القناة. هناخد مركز تكور وجه العدسة، هو مركز الكرة. هناك كان برضو نفس النظام، كان مركز الكرة التي يعتبر، بس هنا بقى التي يعتبر وجه العدسة جزء منها. لما يجي يقول لك مركز تكور وجه العدسة، هو مركز الكرة التي تعتبر وجه العدسة جزء منها. ولكل عدسة مركز تكور، يعني كل عدسة لها مركز تكور. ليه؟ لأنها لها سطحان، العدسة لها سطحان وجهان كريان. إذا مركز تكور الكرة ومركز الكرة تعتبر وجه العدسة جزء منها، ولكل عدسة مركز تكور. ليه؟ لأن لها سطحان كريان. طب تعريف نصف قطر تكور وجه العدسة اللي هو النق. إيه هو تعريف نصف قطر تكور وجه العدسة؟ هو نصف قطر الكرة التي يعتبر وجه العدسة جزء منها. نفس النظام تعريف نصف قطر تكور وجه المراية في الدرس اللي فات. لكن هنا هناخد نصف قطر تكور وجه العدسة وهو نصف قطر الكرة التي يعتبر وجه العدسة جزءا منها. في تعريف المحور الأصلي للعدسة ميم.
هو المستقيم المار بمركز تكور وجهي العدسة. مركز تكور وجهي العدسة اللي هو ايه اللي في النص، اللي هو المركز يعني. إذا تعريف المحور الأصلي للعدسة هو المستقيم المار بمركز تكور وجهي العدسة. في تعريف برضو المركز البصري للعدسة اللي بنسميه صاد، مركز بصري للعدسة فثبتها الصاد، إذا هي نقطة وهمية. مركز بصري هي نقطة وهمية في باطن العدسة تقع على المحور الأصلي لها في منتصف المسافة بين وجهيها. يبقى يجي يقول لك المركز، تعريف المركز البصري هتقول له هي نقطة وهمية في باطن العدسة تقع على المحور الأصلي لها في منتصف المسافة بين وجهيها. ماشي هنا تمام. هناخد بقى البعد البؤري او البعد البؤري والبؤرة الأصلية للعدسة. تمام. اولا البعد البؤري للعدسة هو المسافة بين البؤرة الأصلية ومركزها البصري. لما يجي يقول لك هو بيسألك عن البعد، البعد ده احنا واخدين البعد ده تعريفه اللي هو المسافة، فبقول لك البعد البؤري للعدسة، فانت هتقول هو المسافة بين البؤرة الأصلية اللي هو البعد البؤري اللي هو البؤرة الأصلية ومركزها البصري. اذا ده تعريف البعد البؤري للعدسة اللي هو بنسميها عين. في حاجة اسمها البؤرة الأصلية للعدسة، هي نقطة تجمع الأشعة الضوئية المنكسرة أو امتدادها، وتنشأ من سقوط الأشعة المتوازية موازية للمحور الأصلي للعدسة. هي بنقطة تجمع البؤرة الأصلية دي بتجمع الأشعة الضوئية المنكسرة. وبتنشأ ازاي؟ بتنشأ من ايه؟ تنشأ من سقوط الأشعة المتوازية للمحور الأصلي للعدسة. في شوية أسئلة بقول لك ماذا يحدث عند سقوط حزمة من الأشعة الضوئية المتوازية والموازية للمحور الأصلي على أحد وجهي عدسة محدبة وعدسة مقعرة. أنا عملت مقارنة بين العدسة المحدبة والعدسة المقعرة. لما يسقط حزمة من الأشعة الضوئية المتوازية للمحور الأصلي على أحد وجهي عدسة محدبة، إيه اللي بيحصل؟ بتنفذ الأشعة الضوئية من العدسة منكسرة متجمعة في بؤرتها الأصلية. متجمعة، اللي احنا كنا قايلين العدسة المحدبة مجمعة والعدسة المقعرة مفرقة. إذا في العدسة المحدبة قلنا الأشعة الضوئية بتنفذ من العدسة منكسرة متجمعة في بؤرتها الأصلية، هناك هتبقى متفرقة وكأنها صادرة من بؤرتها الأصلية اللي هو فين؟ في العدسة المقعرة. في اختلاف برضو بين الاثنين دول، وهيجيلك مقارنات كتير في الحتت دي، فانت لازم تبقى حافظ الحاجات دي ولازم تبقى فاهمها قبل ما تبقى حافظها، فهي سهلة يعني. فالعدسة المحدبة احنا قايلين ان هي جامعة، والعدسة المقعرة قلنا ان هي مفرقة. إذا اللي هيحصل لو أسقطنا بعض الأشعة كده المتوازية على أحد سطحي عدسة محدبة، قلنا إنها هتعمل إيه؟ هتنفذ الأشعة الضوئية من العدسة المنكسرة، ولكنها هتنفذ إيه؟ هتنفذ مجمعة في بؤرتها الأصلية. هناك هتنفذ برضه، ولكن هتنفذ إيه؟ هتنفذ مفرقة. ده الاختلاف. علل للعدسة البؤرتين بينما المرآة الكارية بؤرة واحدة. ليه للعدسة بؤرتين بينما المرآة اللي خدناها في الدرس اللي فات بؤرة واحدة؟ لأن العدسة لها سطحان كاريان، أما المرآة لها سطح كاري واحد. يعني إيه سطح كاري؟ سطح كاري ده اللي هو الكاسر يعني. سطح كاري اللي هو بيكسر. العدسة لها سطحان كاريان كاسران، المرآة لها سطح كاري واحد عاكس. قارن البؤرة الأصلية للعدسة المحدبة والبؤرة الأصلية للعدسة المقعرة. بؤرة الأصلية للعدسة المحدبة اللي قلنا إنها جامعة، قال لك إن هي بؤرة حقيقية وكمان تنشأ من تلاقي الأشعة الضوئية المنكسرة. أما المقعرة بؤرتها تقديرية وليست حقيقية، وتنشأ من تلاقي بقى إيه؟ امتدادات الأشعة الضوئية المنكسرة، مش الأشعة ذات نفسها لكن الامتدادات الأشعة الضوئية المنكسرة. خش على العدسة المحدبة. ناخد بقى شوية حاجات في العدسة المحدبة. في تجربة معانا للعدسة المحدبة هنستخدم فيها 5 حاجات: عدسة محدبة وصندوق ضوئي بيه ثقب وحامل العدسة ومسطرة طويلة وحائل. أولا الخطوات: هنجيب العدسة ده في نضع العدسة في الحامل بين الحائل والصندوق الضوئي. الحائل موجود عندك في الرسم ده، موجود هنا اهو، وهنحطه بين الصندوق الضوئي الموجود على الناحية التانية، وهنحرك الحائل قربا وبعدا أمام العدسة المحدبة، وهنحصل على أوضح نقطة مضيئة عليه اللي هي صورة مصغرة جدا. وبعدين في ثالث خطوة هنعمل إيه؟ هنقيس المسافة بين العدسة والحائل. الملاحظات: في ملاحظة إن تنفذ الأشعة الضوئية خلال العدسة متجمعة في نقطة تسمى البؤرة الأصلية للعدسة. علشان كده إحنا قلنا إن العدسة دي عدسة مجمعة لامة. وفي البؤرة الأصلية هناك في العدسات المفرقة اللي هي العدسة المقعرة بتبقى مفرقة، وهناخد عليها تجربة برضو.
هنلاحظ برضو المسافة بين العدسة والحائط تمثل البعد البؤري للعدسة، وخدنا تعريفه فوق لو فاكر يعني. الاستنتاج، عرفنا ان البعد البؤري للعدسة يساوي المسافة بين البؤرة الأصلية للعدسة ومركزها البصري. ده التعريف اللي خدناه، وده خدنا في الخطوة دي استنتجنا ان العدسة دي عدسة مجمعة، واستنتجنا برضو ان المسافة بين العدسة يساوي المسافة بين البؤرة الأصلية للعدسة ومركزها البصري. اللي يجي يقول لك علل احتراق ورقة رقيقة موضوع عند بؤرة عدسة محدبة موجهة لضوء الشمس. يعني هنجيب ورقة رقيقة هنحطها في بؤرة عدسة محدبة موجهة لضوء الشمس، هيحصل لها ايه؟ هيحصل لها انها تحترق كما في الصورة عندك كده. ليه؟ لأن أشعة الشمس الساقطة تكون متوازية وموازية للمحور الأصلي للعدسة، فتنكسر متجمعة في بؤرتها، مما يؤدي لتركيز أشعة الشمس في تلك النقطة. احنا كده عملنا إن ركزنا الشمس أو أشعة الشمس في نقطة واحدة من الورقة، وبالتالي درجة حرارتها بترتفع وبتحترق هذه الورقة المحدبة تبعا لاختلاف موضع الجسم بالنسبة لها. مثلا هنجيب موضع الجسم بالنسبه للعدسه. الجسم اول حاجه معانا هنجيب الجسم بعيد جدا عن الاشعه الساقطه، متوازيه وموازيه للمحور الاصلي. ده الشكل التخطيطي اللي بيمثله الاشعه. خواص الصوره بتلاقيها حقيقيه، وتلاقيها كله هتلاقيها حقيقي. ليه هتلاقيها حقيقي؟ لان احنا هنا بنتكلم عن العدسه المحدبه وليس المقعره، فهنلاقي ان خواص الصوره المتكونه في كل شيء حقيقيه، وهلاقيها مصغره جدا، وهلاقيها مصغرة جدا، وهنلاقي الصورة على بعد يساوي البعد البؤري عند بقى. طب لو جينا نشوف موضع الجسم بالنسبة للعدسة، هنغير موضع الجسم بالنسبة للعدسة. رقم 2، الجسم على بعد أكبر من ضعف البعد البؤري، مش يساويه بقى أو بعيد جدا، لا، على بعد أكبر من ضعف البعد البؤري، يعني أبعد من مركز التكون. فهلاقي إن الصورة حقيقية كده كده، لازم نلاقيها حقيقية، وهلاقيها مقلوبة وهلاقيها مصغرة. هناك كانت فوق، لو الجسم بعيد جدا عن موضع الجسم بالنسبة للعدسة بعيد جدا، هنلاقيها انها مصغرة برضو، يعني 1 و2 لانهم مصغرين. رقم 3، لو الجسم على بعد يساوي ضعف البعد البؤري، هنلاقي ان الصورة حقيقية برضو، وهنلاقيها مقلوبة برضو زي رقم 2، وهنلاقيها مساوية للجسم. الصورة على بعد يساوي ضعف البعد البؤري. 4، الجسم على بعد أكبر بقى من البعد البؤري وأقل من ضعف البعد البؤري، فهنلاقي ان الصورة حقيقية ومقلوبة ومكبية. اخش على رقم 5، الجسم لو الجسم على بعد يساوي البعد البؤري عند البؤرة بقى. في الشكل اللي قدامك دي بيقول لك في ما لا نهاية على هيئة بقعة مضيئة، حيث لا تتكون صورة الجسم. ليه؟ لأن الأشعة الضوئية تنفذ من عدسة متوازية لما لا نهاية ولا تتلاقى. عايزك بس تقرا الكلام ده، ما فيهوش بيجيش عليه أسئلة كتير. 6، الجسم على بعد أقل من البعد البؤري، الصورة أبعد من موضع الجسم بالنسبة للعدسة وفي نفس جهته، إذا الصورة بتطلع منها برضه تقديرية ومعتدلة ومكبرة. إذا هنا أول حاجة تختلف إنها تقديرية. هنا كانت رقم 1 لحد 4 كان كلهم حقيقيين، إلا رقم 6 الجسم على بعد أقل من البعد البؤري، وبيطلع الصورة أبعد من موضع الجسم بالنسبة للعدسة وفي نفس جهته يعني. تمام. تمام. لو جينا بصينا هنا سؤال هنا اهو في الشكل المقابل، وضع جسم في منتصف المسافة بين عدسة محدبة بعدها البؤري 6 سم ومرآة مستوية. ايه اللي هيحصل كما في الشكل اللي قدامك ده؟ اولا هنفكر ازاي نحل. هنيجي نبص اول حاجة على الصورة دي ونبدأ نحللها. الجسم بيقول لك موضوع على بعد 12 سم من العدسة. عرفنا ازاي؟ موجودة في الرسم، الجسم اهو والعدسة اهي موجود على بعد 12 سم من العدسة، أي أن الجسم يقع على بعد يساوي ضعف البعد البؤري للعدسة. عرفت فين الضعف البعد البؤري للعدسة؟ مكتوب 6 سم في المسألة. إذا خواص الصورة عرفنا إن هي حقيقية ومقلوبة ومساوية للجسم. عرفت إزاي يا دكتور؟ عرفت إزاي يا دكتور؟ بص على الحاجات اللي إحنا خدناها فوق في ال6. لو جيت بصيت هنلاقي إحنا قايلين فوق لو لقينا الجسم يقع على بعد يساوي ضعف البعد البؤري للعدسة، وقلنا خواص الصورة هتطلع حقيقية ومقلوبة ومساوية للجسم. تاني حاجة لو جينا بصينا برضو هنبص على بعد الصورة المتكونة من العدسة المحدبة 12 سم. 12 سم من الجهة الأخرى للعدسة، يعني بعد الصورة المتكونة بالمرآة المستوية تساوي 12 سم خلف المرآة. إذا المسافة بين الصورتين هنجيبها إزاي؟ هنجمع 12 مع 12 مع 12 مع 12 ب 48. إزاي؟ بص يا حبيبي، هو بيقول لك في رقم 2 هو بيقول لي احسب المسافة بين الصورة المتكونة بالجسم بواسطة العدسة المحدبة والصورة المتكونة بالجسم بواسطة المرآة المستوي. بعد الصورة المتكونة بالعدسة المحدبة يساوي 12 سم، ده من الجهة الأخرى للعدسة. تمام، من الجهة الأخرى للعدسة. بعد الصورة المتكونة بالمرآة المستوية بتساوي 12 سم خلف المرآة. أنا زودت كده كمان
12 سم غير ال 12 الموجودين وال 12 الموجودين، اذا المسافه بين الصورتين 48 سم. نبقى خلاص خلصنا المساله دي. نخش على العدسه المقعره. العدسه المقعره اول سؤال يجي كده بيقول لك ماذا يحدث عند سقوط شعاع ضوئي على عدسه مقعره موازيا لمحورها الاصلي؟ ايه اللي بيحصل؟ بينفذ الشعاع الضوئي منكسرا بحيث يمر امتداده بالبؤره الاصليه للعدسه. ونخش على موضوع بقى وخاص الصوره المتكونه بواسطه العدسه المقعره. الصوره المتكونه بواسطه العدسه المقعره دائما تكون تقديريه معتدله مصغره. حطها في دماغك كده. فاكر الست حاجات اللي احنا خدناهم فوق؟ انا عايزك ايه؟ فكك منهم خالص. هنا ريحك في العدسه المقعره، ريحك وقال لك ان الصوره المتكونه بواسطه العدسه المقعره دايما تكون 3 حاجات: تقديريه معتدله مصغره مهما اختلف بعد الجسم. زي مثلا قدامك هنا اهو موضع الجسم امام العدسه المقعره على طول عند اي موضع بقى، سواء كان في على بعد يساوي ضعف او يساويه او اقرب او بعيد جدا. موضع الصوره اقرب من موضع الجسم بالنسبه للعدسه وفي نفس جهته. الصوره متكونه تقديريه معتدله مصغره. ولو جبت اي خطوه من خطوات هذه النظام هتلاقيها نفس الثلاث حاجات دول. ان هي بتبقى احفظها كده على طول: تقديريه معتدله مصغره، تقديريه معتدله ومصغره. فيجي يقول لك سؤال: علل اللي يستحيل الحصول على صوره حقيقيه باستخدام عدسه مقعره. مستحيل، لان العدسه المقعره تفرق الاشعه الضوئيه، بتفرق الاشعه الضوئيه الساقطه عليها بعد انكسارها، فتتكون صوره تقديريه من تراكم امتدادات الاشعه الضوئيه المنكسره، فلا يمكن استقبالها على حائل. لذلك لا يمكن، لكن يمكن في العدسه المحدبه يمكن ان تلاقيها حقيقيه وممكن تلاقيها تقديريه، بس الحقيقيه بتبقى اكتر في التقديريه في حاله واحده بس خدناها فوق. فيما يلي إجمال حالات تكون الصورة في المرايا والعدسات. حالات التكون الصورة في المرايا والعدسات عندما تكون الصورة متكونة حقيقية وعندما تكون تقديرية. لو كانت حقيقية ومصغرة يكون الجسم موضوع على بعد أكبر من ضعف البعد البؤري. أنا هنا بجيب لك الخلاصة. سواء كانت الصورة متكونة، سواء كان في الدرس اللي فات في المرايا والعدسات، لو كانت الصورة المتكونة طلعت حقيقية مصغرة، إذا تعرف إن الجسم موضوع على بعد أكبر من ضعف البعد البؤري أمام مرآة مقعرة أمام مرآة مقعرة وعدسة محدبة، سواء كانت الاثنين. طب لو كانت الصورة المتكونة حقيقية ومساوية للجسم، يكون الجسم موضوع على بعد يساوي ضعف البعد البؤري، سواء كانت مرآة مقعرة أو عدسة محدبة. طيب لو كانت حقيقية مكبرة، يكون الجسم موضوع على بعد أكبر من البعد البؤري وأقل من ضعف البعد البؤري، سواء كانت مرآة مقعرة أو عدسة محدبة. طيب نخش بقى لو كانت تقديرية. لو كانت تقديرية مصغرة يكون الجسم موضوع على أي بعد أمام مرآة محدبة أو عدسة مقعرة. طيب لو كانت تقديرية مساوية للجسم يكون الجسم موضوع على أي بعد برضه أمام مرآة مستوية وليست مرآة محدبة، أمام مرآة مستوية. لو كانت مساوية للجسم، ركز كده، لو كانت تقديرية مساوية للجسم يكون الجسم موضوع على أي بعد أمام مرآة مستوية. أما لو كانت تقديرية مكبرة يكون الجسم موضوع على بعد أقل من البعد البؤري، أقل من البعد البؤري لو كانت مكبرة. بس كده نبقى خلاص كده خلصنا ان العدسات المقعره والمحدبه. نخش بقى على حاجه اسمها استخدامات العدسات. ايه بنستخدمها في ايه؟ تستخدم العدسات، انا اصلا بشرح الدرس ده كله علشان الحته دي وعشان الجزئيه دي لا يخلو منها امتحان تفهمها او تفهم بقى الدرس. انا ليه اصلا بفهم او ليه اصلا واخد في منهجي حاجه اسمها العدسات؟ عشان بتستخدم العدسات في مجالات عديده: تصميم بعض الاجهزه البصريه مثل التلسكوبات والميكروسكوبات والمناظير، وعندك المستخدمه في المناظير دي بقى الحاجات دي كلها بتستخدم في تصحيح عيوب الابصار زي الليزك والحاجات دي. لو قلنا خدنا اولا التلسكوبات المستخدمه في دراسه الاجرام السماويه حيث تكون صور مقربه لها. الميكروسكوبات مستخدمة في فحص الأشياء الدقيقة التي يصعب رؤيتها بالعين المجردة حيث تكون صور مكبرة لها. المناظير مستخدمة في متابعة المعارك في الحروب. وصناعة النظارات الطبية المستخدمة في تصحيح عيوب الإبصار. يبقى كده خدنا الاستخدامات العدسات. مثلا ايه هي مثلا اسباب عيوب النظر او اللي هو سواء كان قصر النظر او طول النظر. هنكتفي من عيوب الابصار بدراسه حاجه من حاجتين: قصر النظر وطول النظر. اولا قصر النظر هو عيب بصري وطول النظر عيب بصري، لكن قصر النظر عيب بصري يؤدي لرؤيه الاجسام القريبه بوضوح والبعيده مشوهه. طول النظر عكسها بقى، بس الاثنين عيب بصري. اما طول النظر عيب بصري يؤدي لرؤيه الاجسام البعيده بوضوح والقريبه مشوهه وغير واضحه. الاثنين عكس بعض عامه. اسباب حدوثه: قصر النظر اسباب حدوثه هو زياده قطر كره العين فتكون الشبكيه بعيده جدا عن عدسه العين،
وزيادة برضه تاني حاجة زيادة تحدب سطحي عدسة العين فيكون بعدها البؤري صغير. أما أسباب حدوث بعد النظر هو نقص قطر كرة العين فتكون الشبكية قريبة من عدسة العين. وتاني حاجة هو نقص تحدب سطحي عدسة العين فيكون بعدها البؤري كبير. عرفت من هنا إن دي عكس دي. عرفت إن بعد النظر عكس قصر النظر. في بقى حاجه اسمها عدسات لاصقه اللي بتتحط في العين بدل النظارات الطبيه، يعني تستخدم العدسات اللاصقه كوسيله حديثه تصحيح عيوب الابصار بدل من النظارات الطبيه، ويتم وضعها مباشره على قناه العين ويمكن نزعها بسهوله. فتعريف يجي لك بيقول لك تعريف العدسات اللاصقه هي عدسه رقيقه جدا من البلاستيك الشفاف توضع مباشره على قناه العين لتصحيح عيوب الابصار. في حاجه اسمها مرض البياض او المياه البيضاء او الكاتاريكت. الكاتاريكت أو المياه البيضاء هو مرض يصيب العين ويسبب صعوبة في الرؤية نتيجة لاعتمام عدسة العين. أسبابه ممكن يكون أسبابه جينات وراثي يعني من فوق، أو ممكن يكون من كبر السن، أو ممكن إصابة بعض الأمراض، وممكن التأثيرات الجانبية للعقاقير تعمل مرض المياه البيضاء. علاجه بالتدخل الجراحي حيث يتم استبدال عدسة العين بعدسة بلاستيكية تزرع في العين على الدوام، وبعدها يمكن الرؤية مرة أخرى ودرجة عالية من الوضوح. دي يكون شرح درس ان شاء الله العدسات. ان شاء الله استنوا فيديو جديد عن حل اهم الاسئله واللي بتيجي في الامتحانات لا تخلو من الامتحانات. يا رب تكون فهمت، ويا رب تكون درس يكون سهل عليك ان شاء الله. لو ما فهمتش حاجه حاول ترجع تاني وتفهم وان شاء الله استنى بكره وبعده بالكتير هنزل لك فيديو لحل شويه اسئله وحل شويه امتحانات عن الوحده الاولى والوحده الثانيه وهظبطك. واتمنى لك كل التوفيق يا صديقي، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.